الفريق بقى وقع لي كده. هكلمكم عن سيف دلوقتي. انا ليه عرضه للبيع؟ انا لسه ما كنتش شفت سيف اللي كان بيلعب في طنطا، مع احترامي لطنطا وفايز العريبي. سيبكم من الواد بتاع طنطا ده اللي عامل نفسه بره، والواد ده بتاع التليفونات الجنسيه. واضح ان هو مريض نفسيا، واضح طبعا. ما ده بيدل على ان في مرض نفسي. انت في طنطا كنت بتاخد 300,000 جنيه، ورحت المقاولين ادوك 1,000,000 جنيه. اللي وكيله امبارح داخل مع ابن حسن شحاته اللي برضه مريض نفسيا، لان طلبه من مجلس الاداره لما كان معايا، لما طلب عموله في علاء عبد الغني من نادي المقاولين. وعارف كان يوم احمد صديق ولا مين؟ حد اسمه صديق في المقاولين. ففهمت قدام المجلس، حتى كان خالد لطيف موجود والسكان، قلت له عملت ايه يا ابني؟ قال لي ما انا داخل المجلس ليه؟ ده شرف. طب انت مستضيف امبارح الواد ده اسمه حازم فتوح ده السافل ليه؟ عشان يقول له كارتيرون اعظم واحد في العالم، وسيف مش عارف جاي له ايه، وبيلعب في المنتخب. بوسه كارتيرون بالسلام اللي دمر الفريق قبل ما يمشي متعمد. والاستاذ سيف معاه مع السلامه. طب وانتوا لما ليكوا فلوس ما طلبتوش ليه اللجنه؟ 6 اشهر نايمين على بطنكم. اشمعنى لما جه مرتضى؟ ده بدايه التخريب. الفريق بقى وقع لي كده. هكلمكم عن سيف دلوقتي. انا ليه عرضه للبيع؟ انا لسه ما كنتش شفت سيف اللي كان بيلعب في طنطا، مع احترامي لطنطا وفايز العريبي. سيبكم من الواد بتاع طنطا ده اللي عامل نفسه بره، والواد ده بتاع التليفونات الجنسيه. واضح ان هو مريض نفسيا، واضح طبعا. ما ده بيدل على ان في مرض نفسي. انت في طنطا كنت بتاخد 300,000 جنيه، ورحت المقاولين ادوك 1,000,000 جنيه. اللي وكيله امبارح داخل مع ابن حسن شحاته اللي برضه مريض نفسيا، لان طلبه من مجلس الاداره لما كان معايا، لما طلب عموله في علاء عبد الغني من نادي المقاولين. وعارف كان يوم احمد صديق ولا مين؟ حد اسمه صديق في المقاولين. ففهمت قدام المجلس، حتى كان خالد لطيف موجود والسكان، قلت له عملت ايه يا ابني؟ قال لي ما انا داخل المجلس ليه؟ ده شرف. طب انت مستضيف امبارح الواد ده اسمه حازم فتوح ده السافل ليه؟ عشان يقول له كارتيرون اعظم واحد في العالم، وسيف مش عارف جاي له ايه، وبيلعب في المنتخب. بوسه كارتيرون بالسلام اللي دمر الفريق قبل ما يمشي متعمد. والاستاذ سيف معاه مع السلامه. طب وانتوا لما ليكوا فلوس ما طلبتوش ليه اللجنه؟ 6 اشهر نايمين على بطنكم. اشمعنى لما جه مرتضى؟ ده بدايه التخريب. مساء الفل على حضرتك، مش طول عليك. اشترك الان في القناه على اليوتيوب. لو انت تتفرج عليها على اليوتيوب اعمل اشتراك، فعل اشعارات الجرس. بمجرد ما تعمل الشرطين دول يبقى انت دخلت معايا السحب على 100 تيشرت اصلي لمنتخب مصر او الاهلي او الزمالك، سواء انت اهلاوي او زملكاوي او حتى اسماعيلاوي. هيوصل لك تيشرت اصلي لناديك. هنعمل قرعه في نهايه الشهر ونحدد الفائزين. لو انت على الفيسبوك تاكد انك انت عامل فولو للصفحه دي، اهم حاجه عامل فولو الصفحه عشان يوصل لك كل جديد. وبالتوفيق لكل الساده المتابعين. تحياتي علي خلاف، صحفي مصري وناقد رياضي. شكرا جزيلا. الفريق بقى وقع لي كده. هكلمكم عن سيف دلوقتي. انا ليه عرضه للبيع؟ انا لسه ما كنتش شفت سيف اللي كان بيلعب في طنطا، مع احترامي لطنطا وفايز العريبي. سيبكم من الواد بتاع طنطا ده اللي عامل نفسه بره، والواد ده بتاع التليفونات الجنسيه. واضح ان هو مريض نفسيا، واضح طبعا. ما ده بيدل على ان في مرض نفسي. انت في
طنطا كنت بتاخد 300,000 جنيه ورحت المقاولين ادوك 1,000,000 جنيه. اللي وكيله امبارح داخل مع ابن حسن شحاته اللي برضه مريض نفسيا، لان طلبه من مجلس الاداره لما كان معايا، لما طلب عموله في علاء عبد الغني من نادي المقاولين، وعارف كان يوم احمد صديق ولا مين؟ حد اسمه صديق في المقاولين. ففهمت قدام المجلس، حتى كان خالد لطيف موجود والسكان، قلت له عملت ايه يا ابني؟ قال لي ما انا داخل المجلس ليه؟ ده شرف. طب انت مستضيف امبارح الواد اللي اسمه حازم فتوح ده السافل ليه؟ عشان يقول له كارتيرون اعظم واحد في العالم وسيف مش عارف جاي له ايه وبيلعب في المنتخب. بوسه كارتيرون بالسلام اللي دمر الفريق قبل ما يمشي متعمد. والاستاذ سيف معاه مع السلامه. طب وانتوا لما ليكوا فلوس ما طلبتوش ليه اللجنه؟ 6 اشهر نايمين على بطنكم. اشمعنى لما جابوا بطاقه؟ ده بدايه التخريب.